الا كان كيعجبك الدنجال مقلي بحالي ولكن ما كتبغيش ديريه لان كيشرب الزيت ويعني كيكون مضر بالصحه، فجبت لك هاد الطريقه هذه. كيجي بها الدنجال رائع مقرمش وغزال واحد البنه فيه كتحمق. انا من نهار درتها صافي ولات ادمان عندي، فخليك معايا. الدنجال كيجي في الفران، كيجي غزال كيف ما كتشوفوا هنايا، مقرمش من برا ومن الداخل داير بحال الزبده يعني، وما تشبعوش منه. انا كنرافقو بلا صوص كيف ما كتشوفوا. اي صوص كتعجبكم. فخليكم معايا، غادي ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير. ندوزو للطريقة مباشرة. الطريقة أسهل منها ما كاينش. هانتوما عندي هنا واحد جوج دنجالات اللي قشرتهم هكا وخليت فيهم شوية القشرة هكا شريطات ديال القشرة، وغادي نقطعهم على شكل يعني دوائر كيف ما كتشوفوا هنا. ما تكون ما غلاظ بزاف ما رقاق، على هذا الشكل هذا يكون يعني السمك ديالهم متوسط باش ما يجيوناش. الا كانوا رقاق بزاف غادي يقدروا يجيونا يعني يابسين شويه. فهنا خديت لاطه ديال الفران، درت فيها ورق ال يعني الطهي، ودرت الزيت اللي فيه البابريكا ودهنت بها داك ورق الطهي. هنا عندي واحد جوج بيضات، ضفت عليهم الملح الابزار والبابريكا كيف ما كتشوفوا هنا. غادي نخلطهم مزيان على هذا الشكل هذا حتى يعني داك البيض يتخلط ليا مع داك التوابل اللي درت. انا درت البابريكا حيت كيعجبني المذاق ديالها، وكذلك اللوين اللي كتعطي للدنجال كيجي رائع. هنا عندي لا شابلور كيف ما كتشوفوا هنايا. فالطريقه اشنا هي غادي نبقى ندوز هذوك الدوائر ديال الدنجال في البيض، ومن بعد ندوزهم في لا شابلور. ها نتوما اسهل منها ما كاين. ومن بعد غادي نستف دوك الدوائر في اللاطه كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. ها نتوما البنات على هذا الشكل. غادي نبقى على الطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدنجال. ها نتوما كان يعني يد كنديرها يعني ندير بها الدنجال في البيض، ويد كنقاد بها كتكون ناشفه هي اللي كندير يعني بها لا شابلور وكنحط في اللاطه. ها نتوما البنات، ها هو الدنجال ديالي من بعد ما استفتو كامل في اللاطه. فعندي هنايا الزيت اللي مخلط بالبابريكا. غادي نجي وغادي نبقى غير بحال هكا كندير بحال خطيطات بالزيت. هانتوما زيت نباتي يعني ماشي على هذا الشكل هذا، غير باش ما يجيناش ناشف، خصو يجي كوميم شويه رطب. وراكم كتعرفوا هو كيشرب الزيت، ولكن هذه الطريقه راه كيجي ناشف، وكذلك راه كتعطينا اللوين. الزيت هذه من بعد غادي نديرو في الفران حتى يتحمر، وضروري خصو يتقلب منين كيتحمر من التحت باش يتحمر لينا من الفوق حتى هو. وهاد النجال ديالي البنات كيف ما كتشوفوا هنايا هو موجود. ها نتوما كيجي غزال البنات، واحد اللوين فيه واحد لا كولور كتفتح النفس. المهم هذا راه كديروه تقدروا ديروه في لي ساندويتش، تقدروا تاكلوه غير هكا، اولا ترافقوا به مثلا درتوا اللحم ولا الدجاج مشوي في الفران، ولا هذا راه مرافق غزال من الدرجه الاولى يعني. في بلاصه ما غادي ديروا الفريته ولا هذا، ديروا هذا راه كيجي توب يعني، وكيدوز مع اللحوم بواحد الشكل رائع. انا عندي هنا واحد لاصوص ديال البصله كما كتشوفوا هنا، صوص اوزونيون اللي رافقت بها. كتجي بها يعني كتجي كتواتى مع المذاق ديال هذا الدنجال هذا. نتوما استعملوا لاصوص اللي كتعجبكم.